قلتها زمان في عز موسيماني وفي عز محمد مجدي قفشه ما هو بيلعب اساسي في كل ماتشات النادي الاهلي. قلت لك يا موسيماني لو مشيت في يوم من الايام من النادي الاهلي هيكون بسبب محمد مجدي قفشه وكام لعيب من النادي الاهلي معاه، ولكن كان اهمهم واولهم محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه انت بتعمل ايه في الملعب محدش عارف. انت ابتلاء من ربنا على جمهور النادي وعلى فرقه النادي وعلى زمايلك في ارض الملعب. انت بتعمل ايه في الملعب؟ لعيب بينزل يلوي بوشه على الجمهور ويلوي بوزه على الجمهور ومش عاجبه ان الجمهور بينتقده. ده الجمهور كتر خيره، ده الجمهور مؤدب، والجمهور مؤدب جدا 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 ان هو ساكت عليك اصلا. كام سنه في النادي الاهلي، كام سنه. الله كرهتنا يا راجل في جون القضيه، وفي الليله اللي كانت اسعد ليله في تاريخ مشجعين النادي الاهلي كرهتنا فيها. المهم نرجع لموضوعنا، ان انا قلتها من ايام ما انت كنت اساسي في النادي الاهلي واساسي في المنتخب مع حسام البدري واساسي في المنتخب مع اللي بعده واساسي في المنتخب مع اللي بعده. ليه محمد مجدي قفشه بيلعب كرة اصلا؟ ليه؟ طيب بر بوالديه، جدع مع اصحابه، كريم في حياته العاديه. ما انت اي سبب ممكن يخليك تلعب كرة في النادي الاهلي الا ان انت تكون كويس في مركزك. انت مش كويس، انت مش لعيب اصلا، انت لعيب عقلية صفر. انت لعيب عندك ايه يعني؟ عندك 20 25% 30% فنيات. هو ال 30% دول كافلين ان هم يلعبوك في النادي الاهلي 3 سنين بتلعب في النادي الاهلي على اي اساس؟ محدش عارف. لعيب كل مهمتك في الحياة ان انت تتمحلس للمدربين، تتمحلس لموسيماني. واول يوم لويس سواريش المدير الفني اللي جه بعد موسيماني، اول يوم ليه في النادي الاهلي الصوره الشهيره بتاعته لما راح قفشه حضنه كانه ايه؟ حضنه كانه عشره عمر، حضنه كانه زميل الطفوله. ياه كنت فين يا راجل؟ ايه ده؟ انت تعرفه يا ابني اصلا؟ هو حد من النادي الاهلي كان عارف الراجل ده يا جدعان؟ وانا مش انا مش واخد بالي. مين محمد مجدي قفشه ده؟ بيتمحلس للمدربين بس هي دي مهمته في الحياه. لعيب كل امكانياته ضعيفه، التحامات كلها بيخسرها، ترقيص ما بيعرفش يرقص، 1 لواحد ما بيعرفش يعدي، ولو عدى من كتر ما هو بطيء اللعيب اللي هو رقصه بيرجع له وبياخد منه الكوره تاني عادي. سريع؟ لا مش سريع. 1 على 1 بتعدي؟ لا. بتعمل افشخانات في الملعب، بتعمل سيروهات مثلا. اقول ايه؟ اقارنك بمين؟ ما ينفعش اقارنك بحد عالي. اقارنك بمين؟ مع عبد الله السعيد. كان لعيب برضه بطيء ولكن كان بيدي تمريرات مفتاحيه طول الماتش، عمال يوزع سيروهات على اللعيبه اللي معاه. لعيب كان بيلعب جنبه محمد فاروق وصلاح الدين سعيد وقدام كان مين؟ اسلام عمر جابر مين كان حاجه كده، ميدو جابر ومش عارف عمرو بركات. ولا كان في شكل للنادي الاهلي الى حد ما مع مين؟ مع عبد الله السعيد وهو رقم 10. انت رقم 10 في النادي الاهلي؟ ده انت ما يجيش حتى رقم -1. ايه يا عم ده؟ مش عارف اتكلم ومش عارف احضر، مش عارف اقرا اللي انا محضره. اقسم بالله محضر حاجات ولكن حرق الدم خلتني اوقف كتابه واطلع اتكلم. انت اللي زيك خساره ان الواحد يحضر له حلقه، خساره ان الواحد. اقول ايه بس؟ انا زعلان على النادي الاهلي وزعلان على ال3 نقط اللي كانوا في المتناول. اقول يعني المفروض ان انا اجيب سيره كولر بقى وان هو نزل 6 تغييرات عن المباراه، عن التشكيله المباراه اللي فاتت، وان انا انتقد كولر وكده. ماشي هو عنده غلطات، ولكن ايه يعني؟ الراجل من اول الموسم وهو كويس، عك في ماتشين من 15 ماتش كويس، واخد العلامه الكامله في كل حاجه لحد ما جه محمد مجدي قفشه وقرر ان هو يشوط ضربه الجزاء. بتشوط ضربه الجزاء ليه؟ في واحد في الملعب اسمه علي معلول عامل ارقام قياسيه في البلينات في الملعب. في واحد بعديه اسمه عمرو السوليه برضه بيشوط ضربات جزاء، وهو الوحيد اللي سجل ضربه الجزاء بتاعت ماتش السنغال هناك. فمحمد صلاح ضيع واحمد سيد زيزو ضيع والسوليه هو الوحيد اللي شاطها وجت. والاثنين بلعيبه رجاله في الملعب بيعرفوا حتى لو الكوره تكنيكها مش حلو، سرعه الكوره وقوتها هتخليها تخش جول. انت لا سرعه ولا تكنيك ولا اي حاجه. ايه الميزه اللي فيك يا ابني؟ مش في غيرك عشان تلعب اساسي في النادي الاهلي في رقم 10 وما يكونش في غيرك في مركز صانع اللعب. ايه الميزه اللي فيك؟ ايه الميزه اللي فيك يا اخي؟ ارحمنا يا اخي. لو عندك دم اطلع من النادي الاهلي، لو عندك كرامه امشي من النادي الاهلي. مفيش حد من الجمهور طايقك. ضربه الجزاء لما الحكم راح يشوف الفار
لما الحكم راح يبص على الفار لسه ما حسبش ضربه الجزاء، الحكم لف ولسه بيعمل كده، محمد مجدي قفشه ماسك في الكرة كده وماسك واقف على نقطة الجزاء. لا تاعتي انت، احنا يا ابني في حضانة؟ هو احنا حاجزين ساعة لعب في الدراسة رايحين نلعب كورة؟ هو احنا في حصة العاب في مدرسة خاصة؟ ماسك لي الكرة وواقف على البين، هو اللي يوصل الاول هو اللي بيشوطها ولا؟ اقسم بالله ادارة النادي الاهلي لو فيها ذكر اللعيب ده ما يلعبش كرة تاني في النادي، اقسم بالله. لو حسن حمدي ولا صالح سليم ولا اي حد من الرجاله اللي كانوا ماسكين النادي، والله اللعيب ده يتوقف لاخر الموسم، وبعد اخر الموسم نبقى نشوف له عرض. وافتكروا حسام حسن في 94، وافتكروا حسام حسن في كاس العرب في البطوله العربيه، افتكروا موقف صالح سليم عمل ايه معاه، افتكروا مدرب النادي الاهلي وهو رايح يتحايل على كابتن صالح سليم عشان يلاعب حسام حسن، لان النادي الاهلي داخل النهائي البطوله العربيه من غير مهاجمين، وكسبنا البطوله العربيه عشان حسام حسن موقوف بقرار من مين؟ من صالح سليم. والله لو في حد ذكر في اداره النادي الاهلي قفشه ما يشمها تاني. انا سامع كلام ان في 200,000 جنيه غرامه تطبق على قفشه لانه تجاوز حدود، يعني حدوده كلاعب كوره وترتيب المسددين، وقال لك انا اللي هشوط. 200,000 لعيب بياخد 10-12 مليون في السنه تغرمه 200,000؟ يعني 200,000 دي بيحط بيها بنزين اساسا كل شهرين. انتوا ايه يا جدعان؟ لائحه نادي ايه؟ ما تخلوناش نخرج عن شعورنا يا جدعان. كفايه كلام على محمد مجدي قفشه. لو عندك دم اطلع من النادي الاهلي، محدش طايقك في الجمهور وانت داخل تشوط ضربه الجزاء. 99% عنده يقين، 99% من الجمهور عنده يقين ان هي مش جايه. انت داخل تشوط، انت يا ابني اصلا ما بتعرفش تشوط، انت ما حدش بيكلمك، انت ما حدش من اصحابك طب بيوريك على انت مستواك فين. انت يا ابني رجليك ضعيفه، ما بتعرفش تركن. الله يخرب بيت جون القضيه يا عم، الله يخرب بيت استغفر الله العظيم. ما ينفعش اشتم اليوم لان ربنا قال لا تسبوا الظهر فانا الظهر. ما ينفعش اشتم اليوم ولا الساعه ولا الثانيه اللي انت جبت فيها جون القضيه. كرهتنا في الليله دي، كرهتنا في ليله القضيه وفي جون القضيه. خلاص بقى امشي بقى كفايه كده يا محمد يا مجدي قفشه، كفايه. لو عندك دم وكرامه وعندك ذره رجوله ومروءه امشي من النادي الاهلي. محدش في الجمهور عايزك، محدش في الجمهور طايقك، مفيش حد يجرؤ ان هو يلوي وشه في وش جمهور النادي الاهلي. انت هيتم انتقادك، انت او غيرك، وانت يعني بلاش اقول ايه اللي في بقك وترضى وتسكت. انت في النادي الاهلي اللي خساره فيك ان انت في يوم من الايام لبست التيشيرت بتاعه. قسما بالله الى مزبله التاريخ، غير مأسوف عليك وغير يعني محدش هيفتكرك يا ابني بالخير ابدا. كان في شويه فضله من الجمهور لسه بتقول محمد مجدي قفشه مظلوم. الشويه دي انتهت خلاص. النهارده لقطه فاصله في تاريخك، مش في تاريخك مع النادي، اللقطه دي فاصله في تاريخك. انا ما استبعدش ان بعد كده بعد كام شهر اشوفك بتلعب في الزمالك، ما استبعدش ان السنه الجايه ولا اللي بعدها اشوفك بتلعب في الزمالك. انت لايق على الزمالك والزمالك لايق عليك. يجي لك واحد في فرح يقول لك يا كابتن يا قفشه، محمد مجدي يا قفشه القضيه ايه؟ مستنيك تقول له القضيه ممكن، فتقول له لا عيب اصل انا كيوت، لا عيب محدش يقول القضيه ايه. لا تشوف شيكابالا في الفرح تروح تتصور معاه، تشوف شيكابالا في الملعب وهو بيشاور لجمهور الاهلي على الجزمه وتروح تهديه. انت تكر، انت راجل، انت في يوم من الايام بتلعب في النادي الاهلي. انت يا عيني على الرجاله وخساره الرجاله. مفيش كلام تاني يتقال مؤدب. متهيألي انا خلصت كل كلام المؤدب، واكتر من كده هخش في تجريح وقله ادب، ومش عايز اغلط ولا كفايه قله الادب، كفايه اللي الناس قالوه فيك قدام التلفزيونات وعلى القهوه، ويعني مش عارف. سبحان الله يا ابني، النهارده حظك ان انا كنت بتفرج على الماتش في القهوه والناس قالت فيك اشعار. يا ابني لو عندك دم امشي من النادي الاهلي. كفايه كده لحد هنا، كفايه كلام.